ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكشري المصري الجميل ده. طبعا كبير صغير بيحبه وبيموت فيه. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله وندخل على الوصفه بتاعتنا على طول. طبعا انا لازم بيحتاج بصل جوانح، ويا ريت ويا ريت يكون ابيض لان بتبقى فيه نسبه تسكيره حلوه. وطبعا معانا بقى بيغمقش واحنا بنحمره. تمام. انا طبعا كنت عامله كيلو بصل قطعته جوانح، وهوريكم قدامكم واحده احنا هنقطعها ازاي. لو عندك المبشره بتبشريها، بس يا ريت على ايدك، هيتعبك شويه. بس معلش بيبقى يعني فيه سمك شويه، وما بيتحرقش منك اثناء ما انت ما بتحمريه. طبعا انا خلاص كنت قطعت البصل شرايح او جوانح زي ما انت شايفه، وبنبتدي نفككه عن بعضه زي ما انت شايفه كده بالظبط. حلو قوي. طبعا اكله جميله جميله جدا جدا جدا، ما بنستغناش عنها لا صيف ولا شتاء ولا في اي وقت بصراحه. من احلى الاكلات ونحب الاكلات الشعبيه بتاعتنا. طبعا مغذيه جدا، ضم حاجات كتيره جدا في المكونات بتاعتها. واللي ما اشتركتش معايا في القناه تتفضل وتنوري. انا كونيه محمود. يا ريت تتفضلوا معايا وتنوروني. زي ما انت شايفه كده بخلص اللي انا البصلايه بتاعتي وبحطها في بوله، وببتدي هنعمل لها ايه بقى عشان البصله بتاعتنا تطلع مقرمشه معاكي وجميله. ولو غابت معاكي كمان وخزنتيها في التلاجة علشان لو عايزاها في اي وصفه، بنحطها في وصفات برضو كتيره، بتبتدي تفضل معاكي مقرمشه من الاول للاخر. ابتديت ان انا احط معلقتين نشا كبار، وابتديت ان انا اقلب البصل بتاعي زي ما انت شايفه، بنطره من تحت لفوق عشان تغلف كل البصلايه وكل قطعه من البصلايه بالنشا بتاعتي كويس جدا جدا. علشان انا محتاجه ان البصل كله يتغلب بالنشا، عشان هو ده اللي هيديله القرمشه بتاعتنا الحلوه قوي في البصلايه. بكون حاطه على النار في الوقت ده صينيه كبيره، طاسه كبيره، بس يكون فيها زيت كتير شويه، لان هو الزيت اللي انا هحمر فيه البصل اللي هستعمله في الوصفه كلها النهارده ان شاء الله. تمام. ببتدي ان انا اجرب بصلايه كده اشوف الزيت حمي معايا ولا لا. هو كان حامي زي ما انت شايفه، صينيه واسعه عشان ما يلينش معاكي وما يطرش معاكي اثناء التحمير. لازم يكون حاجه واسعه علشان ياخد راحته، يبقى مقرمش معاكي ويطلع اللون، ياخد لون موحد في التحمير. تمام. ابتديت ان انا احط اول صينيه او اول فوج معايا من البصل بتاعي. زي ما انت شايفه بقى لونه ذهبي ومقرمش جدا، وهوريكي في نهايه الفيديو بتاعي ان هو مقرمش حلو جدا جدا وما طراش مني ولا اي حاجه. تمام. ابتدى اطلعه على مناديل مطبخ، ويا ريت تكون حاجه واسعه برضو عشان يبقى متهوي، ما يركنش على بعضه وبرضو يطرى مني. انا عايزاه مقرمش. تمام. طبعا احنا عارفين ان احنا بنستعمله في البرياني، بريان الخضار، بريان الدجاج، بريان اللحمه. بيبقى حلو جدا جدا زي ما انا بقولك، بيدخل في وصفات حلوه قوي، وبيدخل في تتبيلات فراخ برضو. لما انت بنحمصه كده هبقى اروها لكم، خلاص ما نطولش معاكم على الفيديو. تمام. ببتدي ان انا اخلص الكميه بتاعته كلها، وطبعا بقولك الزيت ده هو اللي هستعمله في كل بقيه الوصفه بتاعتي، في مكونات الوصفه بتاعتي. في الوقت ده برضو كنت حاطه حله على النار وغليت، وحطيت فيها معلقه ملح كبيره. حطيت ان انا حطيت نوعين مكرونه، وطبعا هم طالما عشان هو نوع واحد حطيتهم مع بعض هيستووا مع بعض. حطيت حوالي نص كيس مكرونه سباكيتي، وحطيت كمان نص كيس مكرونه خواتم معايا. عايزه تعمليها من الصغيره البنه الصغيره مفيش مشكله، عايزه تعمليها الهلاليه برضو مفيش مشكله، بس المهم يكونوا نوع واحد نفس النوع عشان يستووا مع بعض. تمام. ببتدي ان انا اقلبها، وخلي بالك برضو ممكن ما تسلقيهاش، ممكن تقلبيها في حبه زيت من اللي احنا محمرين فيه البصل، وتحطي عليه الميه زي ما اقول المكرونه السريعه بتستوي منها فيها، بيبقى احسن لك واوفر لك كمان واسرع. خلاص حطيت المكرونه، سبتها بقى تستوي على جنب. هنبتدي نحضر الصلصه بتاعتنا الجميله، صلصه الكشري الخطيره. تمام. كنت انا عصرت حوالي كيلو طماطم، عايزه تكتري برضو كتري وخليه في التلاجة، وممكن تكتري برضو بالنسبه للكشري، مكونات الكشري، وتخليها في التلاجة في اي وقت عايزين تاكلوا منها. بتقومي تحضري لهم طبق وعلى الميكرويف بتسخن، بيطلع سخن وجميل جدا سريع جدا، وما تحتاجيش ان انت تجيبي من بره. طبعا احنا بالليل بنبقى عايزين ناكل اي حاجه، يا ماما هناكل ايه، هنتعشى ايه، ده بيبقى سريع وجميل وموجود معاكي في البيت. طبعا حطيت حوالي يعني كبشتين او مغرفتين من الزيت بتاعي.
حطيت حوالي 8 فصوص توم مفرومين. طبعا هو التوم مش كتير ولا حاجه، هو اساسي الصلصه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. ابتدي اقلب فيه علشان ما يتحرقش مني يبقى مر. زي ما ايدك على طول فيه باستمرار، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للتوم بالذات زي ما انت شايفه كده. وبقلب برضو المكرونه عشان ما تركنش مني وتلزق مني. ببتدي ان انا اقلبه، وبكون محضره معايا حوالي ربع كوبايه خل. طبعا انت ممكن تزودي بتستحملي على حسب المزازه بتاعتك انت حباها شكلها ايه. وبروح حاطه الصلصه بتاعتي زي ما انت شايفه جميله جدا. يا سلام على الريحه لو شمتيها، حاجه جميله جدا. 4 معالق صلصه بنضيفهم كمان عشان يديكي لون جميل. وببتدي اقلب افكك الصلصه مع الصلصه بتاعتي مع الطماطم اللي انا عصراها وحطيتها على النار. ببتدي بقى تتبليها. هنتبل معانا بقى الصلصه بتاعتي. طبعا بناخد حبه ميه بنمصمص بيها الشفشق بتاعنا، بنضيف بها شويه ميه خساره الطماطم اللي كانت فيه. حطيت حوالي معلقه صغيره ريحان مجفف وكزبره وكمون وفلفل وشطه، تمام، والسبع بهارات. وحطيت كمان كيس اللي هو ال11 بهار زي ما انت شايفه. من كل التوابل دي معلقه صغيره، وزي ما قلت لك حطيت الكيس اللي هو ال11 بهار معايا. دي بيديها شكل حلو قوي زي ما انت شايفاه اهوت، قصدي بيديها طعم حلو وريحه جميله. ولو عندك زر ورد مطحون بتحطي له، عندك بابريكا بتحطي له، بس انا ما كانش عندي بابريكا يوميها فما حطيتش البابريكا. لو عندك ضيفيها هتخلي لك برده اللون جميل وطعم احلى. تمام. ببتدي بقى اسيبها تتسبك برده على جنب، وازودها برده كمان شويه ميه. زي ما انت شايفه اللون جميل جدا وسمكها كمان لسه هتستوي معانا وتتقل معانا شويه. زي ما انت شايفه المكرونه هي بتغلي على جنب. طبعا برضو ايدك فيها باستمرار. هنعمل بقى الشطه الزيت، الشطه بتاعه الشطه اللي محبي الشطه الحراق بتاع الكشري. حطيت برضو مغرفه كبيره وشويه كمان او مغرفتين كمان مليانين علشان طبعا هي شطه زيت. حطيت حوالي 4 معالق شطه كبار. ببتدي ان انا اهدي النار عشان برضو الشطه ما تتحرقش مني ما تبقاش تمرر معاكي. زي ما انت شايفه ببتدي اقلبها. هو بياخد وقت بس طبعا اكله جميله وظريفه جدا. بدل ما بنشتريها من بره نعملها في البيت. وزي ما قلت لك خليها عندك في التلاجة بحيث ان انت تكوني الطبق بتاعك وعلى الميكروويف تسخنيه بيطلع جميل جدا وسخن خالص. وعندك الشطه الزيت وعندك الدقه اللي هنعملها والصلصه. وعيشوا حياتكم مع عيالكم بالف هنا يا رب عليكم. ايدي طبعا على طول ما بنساهاش زي ما انت شايفه عشان ما تتحرقش مني. زي ما انت شايفه حله شوفي بتبقبق ازاي قدامك، حلوه جدا بتغلي. هي شطه الزيت هتبقى حلوه قوي. وبرده لو فضل عندك شويه حطيهم في برطمان او في علبه وشيليهم في التلاجة. حطيت حوالي كبشه وشويه من الصلصه بتاعتي عشان تقللك برده. لو عايزه تقللي الحرقيه حده الحرقيه شويه بتزودي كمان، بس انا شايفاها كده. طبعا كانت قلبة الدنيا بقى وعمالين نكحكح وحاجه كده، وضفت كمان شويه ميه زي ما انت شايفه اهوت. جميله جدا ما بتاخدش وقت خالص بس حلوه وتفضل عندك في التلاجة. بتحطي منها على اي حاجه، حتى المكرونات بتحطي منها عليها اللي هو طاجن المكرونه برده بتبقى حلوه جدا. ان شاء الله هعمله لكم في الحلقه الجايه. بقلبها وطبعا برده بخلصها وبركنها على جنب عشان نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا اللي هو الكشري المصري. تمام. زي ما انت شايفه كده اكله جميله وظريفه وحلوه جدا. وبنطلع ناكلها بره برضو بتبقى حلوه. برضو لما بتتاكل بره بيبقى لها تاني جو تاني ومذاق تاني. برضو حطيت طاسه على النار، هنحط برضو فيها زيت من بتاع البصل شويه حلوين برضو مغرفه حلوه كده. طبعا انا حاطه جنبي الصينيه وباخد منها بستعمله، واللي هيتفضل مش هرميه هصفيه بمصفى تكون ضيقه واشيله برضو في التلاجة او اشيله في المطبخ في ضلفه المطبخ بحيث ان انا استعمله في اي حاجه. برضو بيدي الاكل طعم وريحه جميله جدا. حطيت حوالي 3 فصوص توم مفرومين. ببتدي برضو ان انا اشوحهم. دي بقى الدقه بتاعتنا لو محب الدقه برضو بتاعت الكشري. ايدك برضو في التوم عشان التوم من النوعية اللي بتتحرق بسرعة ما بتغيبش خالص بخلاف البصل بتاعنا زي ما انت شايفة كده. ببتدي ان انا اقلبها
في الوقت ده كانت الصلصه بتستوي خلاص، كانت المكرونه استوت وصفيتها. وبالنسبه للعدس اللي بجبه، انا جبت حوالي نص كيلو، غسلته نقيته وغسلته ونقعته لمده نص ساعه. بعد كده سويته وغليته اللي انا هتشوفوه دلوقتي. انا ما عملتوش بس هو حاجه سريعه جدا، قلت ان انا هقوله لكم. جبت العدس، نقيته وغسلته ونقعته لحد نص ساعه. بعد كده سلقته في ميه، بعد كده صفيته وشطفته برده وركنته على جنب. دي بالنسبه للعدس بجبه، سهل جدا ما فيهوش حاجه خالص. هقولها لك تاني. جبت حوالي نص كيلو عدس، غسلته نقيته وغسلته ونقعته لمدة نص ساعة. وبعد كده سلقته برضو لحوالي 10 دقايق ما يغيبش عشان ما يتهريش منك. وبعد كده صفيته وشطفته وشلته على جنب. حطيت حوالي فنجان مليان خل. هنتبل بقى بكزبرة وكمون زي ما انت شايفة كده، كزبرة وكمون. هي دي الدقة خلصت. ورشة شطة برضو زي ما انت شايفه كده، هتبقى برضو جميله وبتدي طبعا، هي من اساسيات الكشري المصري بتاعنا. وضفت لها حوالي برضو حبه ميه، نص فنجان ميه معايا. وهتبتدي تغلي مثلا دقيقتين 3 بكتير، برضو هركنها على جنب. تمام. عندك بقى الازاز اللي هي زي بتاعه المطاعم، اللي هي بتاعه الكاتشب دي، ممكن تعبيها فيها بقى وبتحطيها في التلاجة وتشيليها. وحطيت كمان حوالي رشة ربع معلقة ملح. وقلبت كل المكونات بتاعتي زي ما انت شايفة على النار. وهستنى لما تغلي دقيقتين بس، مش اكتر ولا اقل. وببتدي اشيلها برضو لما تبرد، بعبيها وبشيلها برضو. تمام، سهل وجميل. شفتوا بقى في اسهل من كده؟ هنعمل بقى، هنخش على الرز بتاعنا اللي هو بشعريه. برضو جبت حله على النار وحطيت حوالي برضو مغرفه من زيت البصل اللي انا عاملاه وشويه كمان. وبكون حاطه نص كوبايه شعريه. ممكن في الوقت ده تضيفي شويه عدس اصفر، بيبقى حلو قوي. في محلات بتعمله كده، بيبقى عدس اصفر مع الشعريه مع الرز، بيبقى جميل برضو قوي. تمام. لو انت عايزه حابه تضيفيه، ضيفي حوالي نص كوبايه برضو عدس، تكوني غسلاه نقياه وغسلاه. تمام كده. في حوالي في الايام دي نضيف جدا، ما بتغسلش اما بتنقاش، وممكن ما بتغسلش برضو، بتحطيه بتضيفيه على طول. ايدك برضو في الشعريه مع التقليب لحد ما تاخد اللون اللي انا هوريهولك. بكون محضره حوالي كوبايتين رز برضو غسلاهم. زي ما قلت لك حاليا بقى في دلوقتي في السوبر ماركتات طبعا الكبيره بيبقى الرز نضيف جدا، يا دوبك ممكن تشطفيه، او ممكن لو هو انت عارفه ان هو نضيف مش ضروري تغسليه خالص. تمام. ببتدي ان انا اقلب الشعريه بتاعتي. ايدي فيها الشعريه برضو من المكرونات او من نوعيه اللي ما بتتحرق معايا بسرعه، بخلاف لسان العصفور برضو. تمام. ببتدي ايدي فيها واكون محضره جنبي الميه. انا قلت لك حطيت نص كوبايه شعريه وهحط كوبايتين رز. بحط بس حوالي كوبايه ونص ميه على حسب ما انت عارفه، وممكن تزودي كمان شويه ربع كوبايه عشان ما يطلعش منك معجون، ويبقى يعني ماسك مع بعضه كده وملزق مع بعضيه. تمام. ببتدي ان انا اقلب الشعريه زي ما قلت لك، ايدي فيها باستمرار مع التقليب. ما خدش وقت خالص معايا زي ما انت شايفه كده. هما بيقولوا غلبته كتيره، لا والله ممكن تعمليه في حله واحده برضو على النار، بس ما بيبقاش حلو. زي ما بنعمل كل حاجه لحالها كده ما بيبقاش حلو خالص. زي ما قلت لك انا ضفت كمان كوبايتين رز. عايزه تزودي كل المقادير دي زوديها على حسب راحتك انت وعلى حسب عدد افراد اسرتك. ادي الصلصه اتسبكت واستوت، شايفه اللون والجمال والريحه معايا والتقل والقوام بتاعها. تمام كده. خلاص هوريكم بقى نعمل عرض الحاجات بتاعتنا. ادي المكرونه بتاعتنا، وادي العدس ابو جبه بتاعنا. زي ما قلت لك ان انا غسلته ونقعته، كان نص كيلو، ونقعته لحد نص ساعه. بعد كده سلقته وصفيته وشطفته. وادي الصلصه بتاعتنا الجميله ولونها وقوامها وريحتها خطيره. هنفضل ايه كمان؟ الدقه بتاعتنا. ادي الشطه الزيت، وادي الدقه بتاعتي زي ما انت شايفه، حلوه قوي قوي جميله. نعمل عرض بتاعنا بقى للتعب اللي احنا تعبناه، لازم نعمل عرض لهم ده. وادي الرز بتاعنا بالشعريه كان خلاص كان استوى وجهز معايا زي ما انت شايفه كده،
حلوة قوي. يا رب يعجبكم وصفتي النهارده، واللايك بقى يا حبايبي، وشير بقى علشان الوصفه توصل لاكتر عدد من الناس لحبايبي. وادي البصل بتاعنا المقرمش، انا قلت لك انا عامله كميه كبيره، شايفه مقرمش ازاي وجميل ازاي وكله لون واحد، عشان انا عاملاه في حاجه واسعه وعلى طول كانت ايدي فيه. هنبتدي بقى نركب الطبق مع بعضينا. طبعا بنحط الرز في الاول. طبعا طبعا يعني في ناس بتحب حاجه اكتر من حاجه، في حاجه بتحب الرز اكتر، المكرونه او العدسه بجبه. طبعا كل واحد حسب رغبته. كمان حطيت شويه من الرز تحت طبعا. بعد كده هحط المكرونه زي ما انت شايفه كده. بعد كده هحط العدس بتاعنا، العدس بجبه. برضو لو اتبقى منك عدس ولا حاجه فرزنيه في الفريزر، مش هيبوظ ولا اي حاجه، بالعكس منين ما تطلعيه هتطلعيه هتلاقيه زي الفل. تمام. بعد كده هنحط بقى الصلصه بتاعتي الجميله. وانا ما بحبش احط الشطه على طول، لا انا بحب احطها جنب اللي هياكل، بحيث ان هو عايز يقللها عايز يكترها على حسب هو راحته، لان انا ما اقدرش وعارف انه بيحبها كتير ولا قليله. حطيت الصلصه بتاعتي. بعد كده حتى والدقه برضو على حسب راحته، في ناس بتحبها كتير طبعا، في ممكن ناس في معده تستحمل وفي معده ما بتستحملش، فكل واحد على حسب راحته. بتبتدي بقى تحطي البصل بتاعك المقرمش الجميل ده. انا دايما كانوا عيالي كل لما بيجيبوا يا بابا زود لنا بصل كتير وصلصه كتير، بيحبوه جدا جدا جدا. انا بزود لهم عشان هما بيحبوها قوي. حتى لو اشتروه من بره بحط لهم زي ما هو معمول كده، وهم بيزودوا برضو عليه، بيبقى عندهم موجود عندهم. تمام. ادي اول طبق معايا، شكله جميل وظريف ازاي وقمر جدا. يا رب تعجبكم يا رب الوصفه بتاعتي النهارده. هبتدي كمان اكون لكم طبق كمان شكل تاني، ممكن نحطه في علبه تبقى حلوه قوي. برضو لو عندك علبه من اللي كانت بتاعه الكشري بتاع بره ممكن تحطيها فيها، برضو بتبقى جميله اكنه انت جايباه من بره وتقدميه لاولادك. هحط طبقه الرز الاول. بعد كده المكرونه. زي ما قلت لك ممكن تشيليه عندك في التلاجة وبعدين تركبي الطبق على بعضه وعلى الميكرويف تسخنيه، هيطلع معاكي سخن جدا جدا، مش هتحتاجي تسخني كل حاجه لوحدها. تمام. بحط برضو العدس. وحتى لو ما عندكيش الميكروويف بتسخني كل حاجه في ساعتها برضو على البخار، او بحبه زيت برضو من بتاع البصل المحمر، بيبقى حلو جدا برضو، بتسخن معاكي بسرعه، ما بياخدش وقت معاكي. برضو بزينه برضو بالبصل بتاعنا. واللي حابين الحمص انا ممكن تعملوه برضو، هتنقعوه برضو بميه بتغلي، هتغسلوه الاول وهتنقوه وهتنقعوه بميه بتغلي لمده 4 ساعات لو انت ناويه على كده، او من بالليل لو انت عايزاه مستعجل بقى بتنقعي 4 ساعات. بعد كده بعد ال4 ساعات بتسلقيه وبتصفيه وبتغسليه وبتحطيه، او تشتريه علبه جاهزه من السوبر ماركت. وادي الشكل الكشري بتاعنا، وبالف هنا عليكم يا رب، ورب تعجبكم، واشوفكم على خير. سلام.